كل إمبراطورية عظيمة في الحقيقة اتبعت دليل قواعد معين، كتيب لعب غير مكتوب. اليوم سنقوم بتفكيك هذا الدليل ونكشف عن التكتيكات التي استخدمت مرارا وتكرارا لغزو واستغلال والسيطرة على أراضٍ شاسعة حول العالم. حسناً، سنقوم بتفكيك هذه العملية إلى 6 مراحل أساسية. سنبدأ من الخطوة الأولى الخاضعة وصولاً إلى الإرث المعقد الذي لا يزال يؤثر في عالمنا اليوم. لنبدأ. الأمر لا يبدأ بالجيوش والدبابات، لا. البداية تكون أكثر هدوءاً وأكثر خبثاً. الخطوة الأولى في دليل القواعد هذا هي دائماً خطوة صغيرة، تبدو غير مؤذية، مجرد وجود تجاري أو هندسي بسيط يسهل الاستهانة به. وهذا بالضبط ما حدث. القوى الكبرى في ذلك الوقت مثل إمبراطورية المغول في الهند لم ترى الخطر قادماً. بالنسبة لهم كان هؤلاء التجار الأوروبيون مجرد مصدر إزعاج بسيط لا يستحق الاهتمام، وهو تصور تم استغلاله ببراعة. وهنا نرى كيف يعمل هذا التسلل البطيء على أرض الواقع. انظروا إلى هذا الجدول الزمني. ما بدأ كنقطة تجارية واحدة صغيرة بموافقة محلية تحول في أقل من قرن إلى شبكة واسعة من 23 مستعمرة ومركز تجاري. لم يكن غزواً مفاجئاً، بل زحفاً بطيئاً ومدروساً. لكن التجارة لم تكن المدخل الوحيد. في أماكن أخرى من العالم كان الطعم شيئاً آخر تماماً: البنية التحتية. كانت شركات مثل يونايتد فروت تأتي بعروض لبناء سكك حديدية وموانئ، وفي المقابل كانت تحصل على أراضٍ واسعة وسيطرة شبه كاملة على اقتصاد البلاد. حسناً، الآن بعد أن تم وضع موطئ القدم، ماذا بعد؟ هنا تأتي نقطة التحول الكبرى، اللحظة التي يقرر فيها التاجر أنه لم يعد يكتفي بالربح، بل يريد السلطة التي تحمي هذا الربح وتزيده. وهنا يظهر الوجه الحقيقي. ما دامت الأرباح تتدفق، كانت الشركة مجرد شريك تجاري. لكن في اللحظة التي تعرضت فيها مصالحها للخطر، سقط القناع، ليكشف عن جيش غاز استولى على أغنى مقاطعات الهند ونهب ثرواتها بالكامل. وهذا يقودنا إلى مصطلح شهير: جمهورية الموز. المصطلح قد يبدو غريباً، لكنه يصف تماماً النسخة الشركاتية من هذا الاستيلاء. عندما هددت حكومة غواتيمالا المنتخبة ديمقراطياً مصالح شركة يونايتد فروت، لم تتردد الشركة في استخدام نفوذها لتدبير انقلاب عسكري أطاح بالحكومة. إذن تمت السيطرة. الآن تبدأ المرحلة الثالثة: تشغيل الآلة. آلة ضخمة وممنهجة، هدفها الوحيد هو استخراج الثروة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، وبغض النظر عن التكلفة البشرية. هذه الآلة تعمل ب4 خطوات مترابطة، كل خطوة تبني على التي قبلها. أولاً، تدمير أي صناعة محلية منافسة. ثانياً، الاستيلاء على الأراضي أي وسائل الإنتاج. ثالثاً، إجبار الناس على زراعة ما تريده الإمبراطورية وليس ما يحتاجونه هم. وأخيراً، في أبشع صورها، فرض العمل القسري لإلغاء تكلفة الأجور تماماً. نظام متكامل ووحشي. 30 مليوناً. من الصعب حتى تخيل هذا الرقم. هذا ليس مجرد إحصائية، هذه هي التكلفة البشرية المباشرة لهذه الآلة. 30 مليون حالة وفاة بسبب المجاعات في الهند وحدها، وهي منطقة كانت مكتفية ذاتياً تماماً قبل تطبيق هذا النظام. لكن السيطرة العسكرية والاقتصادية ليست كافية للبقاء طويلاً. السيطرة الحقيقية والدائمة تتطلب شيئاً أعمق: السيطرة على العقول والقلوب، وإعادة تشكيل طريقة تفكير المجتمع نفسه. لنأخذ مثال نابليون في مصر. كان عبقرياً في الدعاية. لقد حاول إقناع المصريين بأنه صديق للإسلام وعدو لأعدائهم، محاولاً تقديم نفسه كمحرر وليس كمحتل. لكن في مذكراته الخاصة، بعيداً عن أعين الناس، كان له رأي آخر تماماً. اعترف بكل برود أن كل ما قاله كان مجرد خداع، ولكنه من أعلى جودة. كانت مجرد لعبة محسوبة. والأداة الأخرى للسيطرة على العقول هي القانون نفسه. في إيرلندا لم تكن القوانين أداة للعدالة، بل كانت سلاحاً ثقافياً مصمماً لتفكيك الهوية الإيرلندية قطعة قطعة.
من الدين واللغة إلى الموسيقى والتعليم. ولكن مهما كانت خطط المحتل محكمة ومهما كانت أدواته متطورة، هناك دائماً متغيراً واحد لا يمكن السيطرة عليه: الروح الإنسانية. كان رد الفعل، أي المقاومة، حتمياً. المقاومة لم تكن بشكل واحد، بل تكيفت مع الظروف. ففي الجزائر قاد الأمير عبد القادر حرب عصابات شرسة استمرت لسنوات، بينما في إيرلندا اتبعوا مساراً مختلفاً تماماً، مستخدمين النظام الديمقراطي البريطاني نفسه لهزيمته من الداخل. وبالطبع لم تقتصر الأدوات على هذين المثالين. صندوق أدوات المقاومة كان متنوعاً بشكل لا يصدق، من العصيان المدني السلمي إلى الإضرابات عن الطعام التي هزت ضمير العالم، وصولاً إلى التمردات المسلحة واسعة النطاق. في النهاية انهارت الإمبراطوريات، لكن القصة لا تنتهي هنا، فدليل القواعد هذا ترك وراءه ظلاً طويلاً جداً وجروحاً عميقة لم تندم البعض. إذا أردنا أن نرى تأثير هذا الدليل في أرقام صريحة، فما علينا إلا أن ننظر إلى الهند. الصورة تتحدث عن نفسها. قبل الاستعمار كانت الهند تنتج ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بعده أصبحت واحدة من أفقر دول العالم. هذا هو حجم التحول. وهذا الدمار الاقتصادي لم يكن الإرث الوحيد، فغالباً ما كانت الصفحات الأخيرة في ذليل اللعبة مكتوبة بالدم والعنف، حيث أدت سياسات فرق تسد إلى حروب أهلية وانقسامات عنيفة تركت ندوباً لا تزال تؤلم حتى يومنا هذا. هذا الاقتباس لجابرييل غارسيا ماركيز يلخص المأساة كلها. نعم، قد تكون هناك حداثة ظاهرية كالسكك الحديدية والموانئ، لكنها حداثة مشوهة تخدم طرفاً واحداً فقط، وتترك خلفها مجتمعاً ممزقاً واقتصاداً مدمراً. وهذا يتركنا مع سؤال كبير ومهم. صحيح أن الإمبراطوريات القديمة قد زالت، لكن هل اختفى دليل القواعد معها، أم أنه ببساطة تم تحديثه وتغيير أسمائه وأشكاله ولا يزال يلعب حتى اليوم؟ هذا هو السؤال الذي يستحق التفكير فيه.